صباح الخير على احلى فانز في الدنيا. معلش انا اتاخرت عليكم النهارده عشان كان عندي غسيل ومسح. أهلا بحضراتكم. نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ملخص فيلم جديد، أرجو لكم استمتاع بالملخص والتعليق عليه، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. سلام. بيبدأ الفيلم بحفل زفاف، بيخش الأب عشان يشوف بنته فوشة بيلاقاش، بيلاقي العريس متكتف وبيقول له بريم خدها وخطفها مع عشيقها. الحق يا جدع، وده بريم ماسكها وهي بتكتب كتابها هنا على الواد راجو. بيقول له شكرا جدا يا بريم انك عملت معانا كده. بيسلموا عليه وخلص المهمة بتاعته وجوزهم لبعض، ورجع المعلم بريم لبيته. قال له انت كنت فين؟ لا ابو العروس هيولع في نفسه. قال له حاضر. قام ماسك البنزين حطه في بقه وهو اللي عايز يولع فيه، حركة من حركات السيرك اللي احنا عارفينها. راح عمه وابوه للكاهن قال لهم يا جماعة ما تقلقوش، بريم في بنت اسمها بوجة جاية من امريكا هتتجوزه، ودي البنت سانجنا هربانة من اهلها ومن العرس بتاعها. بتتصل بواحد بتقول له انا عايز اسافر بره واهرب، قال له قدامك 10 ايام. وهنا المعلم بريم بيتكلم مع الراجل ده وراح يستنى بوجة في المطار. سمعت كلامهم، عملت نفسها بوجة عشان تهرب من المصيبة اللي هي فيه. ايوه يا عم انا بوجة وجاية لسه من السفر. اهلا بيك يا ست الكل. بتبص لقت الواد قريان قريبها ده بيدور عليها. خدت المعلم بريم ومشيت وراحت معاه للبيت، ودخلت عليهم وعلى عيلته وكلهم حبوها من تلقائيتها ولبقتها وطيبتها. جالها تليفون من البيت، بوجة خدت هي التليفون عشان تخلع من المطب ده، وقالت لابو بريم قول لها ان احنا مش فاضيين لك. وفعلا قفلت في وشها السكه، وبريم مستغرب من اللي هي بتعمله. وده سراج خالها اللي هي هربانه منه، بيدور عليها وماسك الدنيا كلها بحث وتدوير عشان يوصل لها. هنا بريم مسك سكينه قال لها تمشي من هنا ولا خلص عليكي، انا مش هتجوز، مش بتاع جواز، فهمت ولا ما فهمتيش؟ ونام. قام من النوم لقى المعلمة عمالة تغني وكلهم حواليها. قاعد هو هنا بيفطروا مع بعض. قال لها بقول لك ايه، جالنا طرد من والدك ولازم نروح نجيبه من المطار. قالت له اوكي هنروح سوا. ركب عربيته هنا بس ماشي في مكان غير المطار. خدت مفتاح العربية ورميته، خافت ان هو يخطفها. بيضرب في المرة مش عارف، عملوا حادثة. نطت نطة من العربية معرفش نطتها ازاي، وهو بيدور عليها اللي متعلقة في الشجرة. جري المعلم بريم ونط على الشجرة عشان ينقذها. قرب منها واتعلقت فيه بصنعة لطافة كده لحد ما انقذها من المصيبة دي. وهم قاعدين بالليل قاعدين يتناقشوا سوا، مش طايقين بعض وهما الاتنين. قال لها وبعدين مش تبعدي عني؟ قالت له بقول لك ايه. قال لها اتخمد يا بت. نامت، وقعت منها تحقيق الشخصية بتاعتها، عارف انها سانجنا مش بوجة. الصبح قال لها انت مين؟ قالت له انا بتاعت المناميين. وقفها كده على الجبل قال لها تعترف ولا لا؟ قالت له انا سانجنا يا عم مش بوجة، وجايه هربانه من اهل عشان عايزين يجوزوني غصب عني، وعايز اقعد 10 ايام لحد ما اهرب من البلد كلها. المهم ان هو صدقها وقال لها اوكي خلاص. لقى قريان الواد ده خبطه بالرجل طياره. مسكوا بريم طبعا اداله علقه متينه جدا وخد البت وهرب. اما لقاهمش، ركب العربية المعلم بريم عربية واحد ماشي، وهم ماشيين عمل حادثة. خبط مين؟ خبط قريان خبطة جامدة جدا. شلوحه وطياره ونزل يشوفه عامل ايه، مات ولا لسه في نفس. ما هموش وسابه ومشي. وده سراج راح لابنه قريان ونام في المستشفى وخلصان وحالته بالبلا الازرق. قالوا بعدين اللي عمل فيه كده مش هنسيبه ولازم نخلص الموضوع ده. واقف بريم، خبطته البت سانجنا، وقعته في حمام السباحة والعيلة كلها نطت وراه. بدأوا هنا يقربوا من بعضيهم ويتعرفوا على بعض أكتر، والحكاية بقت بزراميط خالص. أنا عبده دانسي يا بريم بيسأل عن سانجنا. قالت له راحت المعبد ليه؟ قالوا ما نعرفش. هنا راح عمه وراح أبوه المعبد. الكاهن قال لهم بوجة هنا في فرح واحدة صاحبتها، والبنت سانجي هنا بتعمل طقوس في حمام السباحة. لقت خالها سراج واقف قدامها برجالته وقال لها تعالي يا قطة، وخدوها من ايدها عشان يمشوا بيها. وهي راكبة العربية لقت المعلم بريم راكب الموتوسيكل بتاعه. وقفوا فجأة لقوا خالها عمار
رايح عشان يخلصها من ايدهم ياخدها هو. خدها واحد وخطفها في عربية بيضة كده وجري بيها. عربية عطت بيشوفها لا واحد بخبطه على دماغه طلع بريم. سانجن اتبسط جدا ان هو راح وراها وانقذها منه. قال لها بقول لك ايه قصتك ايه؟ قالت له دول خلاني وعايزين يجوزوني اي حد تبعهم عشان عندي مليون 2 مليون لا عندي 200 مليون روبية. قال لها طب بقول لك ايه روحي لهم وانا هنقذك منهم ما تقلقيش انت بتثقي فيا ولا لا؟ وحضنها. قالت له اوكي وجريت عليهم على اساس انها هربانه من اللي كان خاطفها. خدوها ومشيوا وهي عماله تبص على المعلم بريم ومبسوطة جدا من الخطة بتاعته. ورجع بريم للبيت هيتجنن قال لهم انا بحب سانجن وابوه بيخبط في دماغه وانا مش هسيبها وهعرف اوصل لها ازاي. وده المحاسب اسمه بالي اللي ماسك حسابات شركات عمار وسراج خلال البيت دي. راح المعلم بريم خد شنطته وكده سرقها منه بالراحة بصنعة لطافة. بيدور على الشنطة مش لاقيها. راح بريم وراه البيت وقال له الشنطة بتاعتك دي يا برنس؟ قال له شكرا. وقال له انا معجب بيك جدا وبطريقتك في العمل. قال له انت حبيبي وانت خلفتي في الملاعب. وخده ووداه لعمار خال بيت سانجنا. قال له ده ابن اختي وعايز يشتغل معايا وده دراعي اليمين. حلو الكلام يا مدير؟ قال له حلو لكن العيله دي بتهين اللي شغالين عندهم وبيربوا شعرهم زي ديول الكلب. عيله غريبه جدا. وخده وداه لسراج قال له نفس الكلام اللي قاله لعمار. ده ابن اختي يا معلم وهيشتغل معايا في الحسابات. سانجن قالت له لازم اراجع الحسابات معاك وخدته على الاوضه وبتراجع معاه الحسابات 100. شافهم المعلم بالي وما بيراجعوا الحسابات سوا بطريقتهم الخاصه وقال اللي بيحصل دوت. راحت الست قريبتها دي صلاة النبي احسن. فرحانه جدا من علاقتهم مع بعضيهم. وقال لها ما تقلقيش لو عمار وسراج وحوش انا كلب وهعضهم. قعدت تضحك وخدها على المعبد وراح جاب مرات عمار عشان يقربوا من بعضهم ويصطلحوا رغم المشاكل اللي بين جوازهم عمار وسراج. وفعلا اتبسطوا جدا منه ان هو قرب ما بينهم. قال لهم ما تقلقيش انا هحل الموضوع ده كله ما تقلقوش يا جماعه انا قدها وقدود. اتصلت هنا البت سانجنا بخالها عمار وقالت له الحقني خالو سراج هيجوزني لابنه. اجري يا جدع. طلع الواد بريم قال لهم رايحين تعملوا ايه؟ هتعمل مشكله مع اخوك عشان الجواز؟ ده انا اعرف واحد امريكي رجل اعمال عنده 500 مليون دولار مش 200 مليون وبتاع. ايه رايك في المشوار ده انت وهو؟ وعايز يجوز بناته لاي 2 شبان بس يكونوا محترمين. قال له احنا موافقين. العربيات جد وابو الواد بريم عامل نفس رجل الاعمال ورسم الدور قوي رغم انه لا اشقر ولا ابيض ولا عينيه خضراء ولا حاجه. المهم راح عمار حط له اكليل الورد وقال له احنا موافقين وده اخو مراته. قال له عايز اجوزه لبنتك. قال له ازاي؟ مش ممكن اوافق على جوازه من بنت باشكالكوا دي وشعركوا اللي شكله مش طبيعي. انتوا عاداتكوا غريبه جدا. وسابه ومشي. جه الواد بريم قال له ما تقلقش يا عم انا هحل لك المشكله دي واخليه بكره يوافق. راح قال لهم لازم تحلقوا شعركوا ده وتعاملوا ستاتكم بمعامله طيبه وكريمه عشان الناس دي توافق انها تناسبكم. قال له يعني ايه؟ قال له هو ده السؤال وهي دي الاجابه. وافقوا فعلا وحلقوا شعرهم واتغيروا جدا وبقى شكلهم غريب جدا وافضل من الاول 100 مره. وبيخرجوا ويتجمعوا كلهم في الفندق. وهنا رجل الاعمال ده عرف ان عمار في مشكله مع اخوه سراج فقال له لازم قبل جواز بنتي من ابنكم تصالح اخوك سراج. قال له حاضر بريم انا هعمل كل الكلام ده ما تقلقش. هنا واحد عامل نفسه من البنك المركزي ده عم الواد بريم وقال لهم البت سانجنا كان لها 200 مليون وكان مامتها واخده قرض والبنك حجز على كل فلوسها. عرفوا هنا انها بقت فقيره وما عادش حالتها ولا مليم. بقت فقيره جدا فهيهربوا منها طبعا. وهنا الواد بريم قال لهم على رجل الاعمال اللي عنده 500 مليون وقال لهم احلقوا شعركم وظبطوا الدنيا. وهنا فعلا راح اتصالح مع اخوه وما قابلوش بعض من سنين وهم قاعدين هنا في الفندق. سانجن قالت لهم انا هتجوز مين فكلهم بيهربوا منها عشان عرفوا انها كحيانه وفقيره ما حلتهاش حاجه. وهي هنا عماله تبص لواد بريم وهو بيبص على الهوا. راحوا تاني يوم هنا كلهم متجمعين مع بعضيهم عشان يقابلوا بنات رجل الأعمال اللي بيمثلوا الدور. وده الواد أريان بدأ يفهم الغيبوبة اللي هو فيها وهو في المستشفى. راحوا له وكان معاهم الواد بريم مع رجالة سراج. دخلوا عليه فالواد أريان بيبص على بريم هيتجنن وعايز يتكلم بس مش قادر. وكل ما يشاور بريم يتحرك كده مخليه عامل زي لعبة والمجنون. قال له الواد ده مش طبيعي. سابوه مشي وبريم قال له موت بغايزة كان هعمل اللي أنا عايزه. هوبا تيتو مامبو.
مفيش مشكلة يا برنس. رجل الأعمال قال لهم هنا يا جماعة قبل ما نتم الجوازة دي على خير لازم سانجنا تتجوز. وافقوا طبعا مبسوطين جدا. مسكوا المعلم بريم وقالوا له يا ابني عشان خاطرنا اتجوز سانجنا، احنا بنثق فيك جدا. قال لهم انا هنزل على رغبتهم الكريمة واتجوزها، مفيش عنده مشكلة، انا تحت امركم. هنا اتفقوا على كل حاجة، ولقوا الرجل الأعمال اللي بيمثل عليهم ده بيعامل مراته كويس جدا. بيضحكوا عليه. قال لهم لا لازم تعاملوهم كويس وتكرموهم. قام كل واحد منهم راح لمراته وعمر قال لها ازيك يا حلوة، انا ما قلتلكيش كلمة حلوة من 10 سنين. والسراج هنا قال لمراته انا بحبك يا قطة، ما اقدرش اعيش من غيرك. وعملوا حفلة تاني يوم بخطوبة المعلم بريم مع البت سانجنا، وعمالين يغنوا ويرقصوا كلهم على مطمعين وحناشين. في الوقت ده بيخرج أريان من المستشفى وراح على البيت، لقى الواد بريم في وشه اتجنن لما شافه وقال لهم هو ده اللي دخلني في غيبوبة. بريم قال له اوعى تنسى اللي انا عملته فيك. فضل يفتكر العلقة اللي خدها وعايز يجري يبلغهم بالمصيبة دي، والمعلم بريم بيجري وراه عشان يلحقه لحد ما الجوازة تتم بتاعته هو وسانجنا. المهم هنا حط كاتشب على وشه كأنه مضروب علقة، ونزل يمسك فيهم وسابهم يضربوا لحد ما الشرطة مسكتهم وحطتهم في عربية الحجز عشان يروحوا القسم. هو راح هنا في مراسم الاحتفال بتاعته عشان يتجوز البيت. لقى المعلم أريان رايح وقال لهم ده سبب المشكلة كلها والواد ده نصاب. قالوا لي ازاي انت تعمل كده وتنصب علينا؟ قال لهم دي كانت وصية ام سانجنا ان انتوا تتجمعوا وتبقوا كويسين مع بعضيكوا. وقامت العركة بين عيلة بريم وعيلة سراج. هنا المعلم بريم قعد يجري عشان يخلص مراسم الجواز عشان يفضلهم، وقعد يضرب فيهم واداهم علقة متينة كبيرة شديدة. شلوحهم وظبطهم وروق عليهم ترويقه، وكان هيضرب سراج بس مسك نفسه بالعافيه عشان كبير. جه كبير العيله قال لهم رغم ان بريم اللي عمله كان كذب وخداع ونصب لكن قدر يجمعنا. قام جاي أريان ضربه بالقلم، جري سراج وعمار عليه وقعدوا يضربوا فيه وقالوا له انت ايه الادب ما تربيتش واحنا اسفين ليك يا كبير. وفعلا هنا اتبسطوا جدا من اللي عمله الواد بريم واعتذروا جدا منه. ودي كانت نهايه الفيلم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بالملخص والتعليق عليه، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله. باي يا بشر.